الراجل شاف كتاب فنون قتالية مدفون في التراب، بدأ يتدرب على الحركات بالضبط زي ما مكتوب، ومع الوقت بقى متقن أقوى فن قتالي في العالم، لدرجة إنه عمل حركات مستحيل حد يعملها. المنظر خلى الست ما كانتش مصدقه. فجأة السيف اللي في إيده طار لوحده وضرب كذا واحد مأجور. لما راح يشوف لقى إن كل المأجورين خلاص اتغلبوا، وبالصدفة أنقذ الدكتور على طول ركع قدامه وبدأ يتوسل له يوصله البيت أغنى راجل في المدينة علشان ينقذ حياة حد. الراجل وافق فوراً ومشوا سوا، ولما وصلوا الدكتور فحص حالة الراجل الغني وبدأ العلاج، بس كان فات الأوان. المرض كان وصل لمرحلة ميؤوس منها، الدكتور ما قدرش يعمل حاجة. في اللحظة دي ابن الراجل الغني اتعصب وقال إن كل اللي في المكان هيموتوا مع أبوه. الست أول ما شافت الخطر طلعت كتاب عن طرق التدليك، وقالت للراجل إنه كتاب طبي علشان تشتته وتلاقي فرصة تهرب. الراجل بحماس فتح الكتاب وبدأ يذاكر اللي فيه، وبعد شوية حافظ كل طرق التدليك اللي فيه، واقتنع إن مهارته الطبية بقت خارقة. بعدها ولع شمعة وبدأ يسيب شمع سخن يقطر على جسم الراجل الغني، والكل اتفاجئ لما بدأ يعمل سلسلة حركات تدليك معقدة. محدش كان مصدق إنه ممكن يعالج الراجل، لكن بعد لحظات جسم الراجل الغني بدأ يطفو في الهواء وفتح عينه وكانت عافى تماماً.